بقول لك اخويا عمر، نعم يا قلب اخوك. انا مستلف منك كام لحد دلوقتي؟ عيب عليك اللي انت بتقوله ده. معلش قول لي. تقريبا حوالي طب ما تخليهم حوالي ونص. عناية ليك ثواني. بالراحة على الواد يا خيلة، مش كده. ما هو على قلبه قد كده، والمثل بيقول المليان يكب على الفاضي. طب والفاضي؟ يعمل قاضي. بقول لك ايه، عارف البت شادية اللي الواد عمر هيموت عليها؟ البت شادية اللي اعرفها. بفكر اعرفها على الواد سوت عشان تقشطه اول باول، وهنكسب فيها ثواب تنضم للمجموعة والفريق بتاعنا. يا ابن الايه، فكرة حلوة طرش، بس بقول لك ايه بالنص. ايه يا رجالة؟ ايه يا عم انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده. انت بتسحب فلوس يا عم من الاوضه ولا بتسحب من البنك المركزي؟ معلش اتأخرت عليكم. من يد ما نعدمهاش وناخدها معانا ببلاش، ولا احسك عينك تقول لي ليك حاجه هنا. بقول لك ايه يا عمر يا اخويا، انت قاعد في الشقه الطويله الكبيره العريضه دي لوحدك بتاعت جدك الله يرحمه، مش بتفكر كده تملاها؟ يا ريت، ايدي على كتفك. ما تتعرف على البت شاديه، ايه رايك يا خله؟ ايه ده، شادية بنت الحاج برعي؟ هي بشادها بعينها. استغفر الله العظيم، شادية بنت الحاج برعي ده ست ناس محترمه، اخلاق ايه، مبادئ ايه، قيم ايه. حلو ده انا هموت عليها. طب ما يلا نروح نخطبها من اهلها. اهلي مين يا عم وشمالك مين دلوقتي؟ انا اعرفك على البت من ورا اهلها، وانت ظبط الششابيت وتجيبها على الشقه هنا. نظرة فابتسامة ثم موعد ورا موعد. وبعدين تجيبها على الشقه هنا. هنا لوحدنا؟ لا، الشيطان ثالثكما. وتكسر عينها يا عم، ساعتها اهلها ما يقدروش يبقوا معاك في حاجة، وتكسر عينهم هما كمان. لا 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 يا عم، حرام. حرام ايه بس يا عم؟ ما هيبقى برضاها. برضاها ولا مش برضاها؟ يا عم سيب الواد يفكر، ما تضغطش عليه، خلي البنت هي اللي تضغط عليه بقى. طيب يلا نستأذن احنا بقى. نستأذن ايه؟ هتروحوا فين يا رجالة؟ ما خليكوا قاعدين معايا، الساعة داخلة على 12. وبعدين انا كل سنة بحتفل بعيد ميلادي لوحدي. عمي كل سنة وانت طيب، بس انا صراحة ماليش في شغل عيد الميلاد ده. ايه يعني كبرت سنة، كبرت سنتين، شاطر قوي كده يعني، شاطر قوي فكيك انت كده، فكيك كده يعني، عملت اللي محدش يعرف يعمله. طب ما انا بكبر كل سنة عادي يعني. سلام عليكم. خليك انت طب يا خلة. اسف يا عمور، انا عندي مشوار بكرة الصبح ومش عايز اتأخر عليه. اشوفك على خير ان شاء الله، وكل سنة وانت طيب. كالعادة هحتفل بعيد ميلادي لوحدي. السنة دي بتمنى انك تكون معايا يا جدي. كالعادة بقضيها لوحدي كل سنة. بعد اذنك يا جدي انا هنام، ماليش نفسي اكل جاتو. يا جدع انت، بقولك دخلنا انا صاحبه. تطلع ايه انت يا امعة يا حشرة؟ اطلع برا. يبقى عامل ما تخنوش تغيب عليك. ايه الصوت ده؟ انا مش عارف ازاي يشغل الاشكال دي. اطلع برا يا حسالة، الخل قال. جد الله يرحمك؟ ازاي؟ قوم يا قلبي جدك، قوم يا حبيبي. مش انت كل سنة تقول انا عايز جدي، بتمنى جدي يجي؟ اديني جيت اهو يا افندي. يعني انا مش بحلم؟ طب اديني قلم خليني اتاكد انا صاحي ولا نايم. اعذنك مش مصدق. لا انا كده صاحي. ايه اللي اخرك كل ده يا جدي؟ اعمل ايه بس يا عمر افندي؟ الاوتومبيل. بس ايه الجرابيع اللي انت تعرفها دي؟ دي عالم صعاليق. والله يا جدي الحسالة دول طمعانين فيك وفي ثروتك وعايزين يقشطوك. ازاي؟ دول صحابي من زمان، وبعدين عايزين يجوزوني البنت اللي انا بحبها، ودي كمان زميلتهم.
يعني زميلتهم في الاسبيتال يا اخي. بعدين دول لو كانوا فعلا صحاب جدعان وعايزين مصلحتك كانوا قالوا لك تخش البيت من بابه مش من شباكه. بس انا معرفش عنوان البنت. انا عارف العنوان. ايه ده؟ ازاي؟ كأنك فاكرني بلعب. يا جدي ايدك تقيلة قوي، وبعدين مش اول ما تيجي كده عمال تلطش فيا. طيب قوم يا افندي، قوم البس كده بدل الهلاهيل اللي انت لابسها دي عشان نخطب لك البنت. لا انا هروح بلبس ده. شايف الترقيات؟ بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابن ابني حبيت أتقدم لإيد بنتك المصون المحروسة لابن ابني عمر. مصون مين يا ابني؟ انا بنت اسمها شادية، بنت المعلم برعي، مش بنت عز. وبعدين ما لقيتوش اصغر من علبة الجاتو دي. أظننا غلطنا في العنوان يا عمر. عمر ايه؟ انت قديم قوي، الدخلة دي سبعيناتي. وبعدين ايه حوار ابن ابني ده اللي يشوفك يفتكرك اخويا الصغير. يا خسيس. ايه ده؟ نرجع لمرجوعنا. قلت ايه يا حضرت؟ على ايه؟ احنا عايزين نبل الشربات ونقرب البعيد وننول المراد. شربات ايه يا ابني؟ ومراد مين اللي عايز تجيبه؟ مش لما اعرف انتوا مين الاول. معلش يا جدي سيب لي الطلعة دي انا هبهرك. للصمت مجازي. اتفضل يا سيدي اشرح له. من الاخر يا عم بنتك جامدة وعجباني. ايه الوقاحة دي يا عمر؟ شايف كلام الناس المحترمة ولاد الاكابر اللي بيفهموا في الاصول؟ ايه ده؟ هو ده كلام الاصول دلوقتي؟ انجز. طلباتك ايه؟ لا انا ماليش شربات، اقصد ماليش طلبات. انا كل اللي محتاجه واحد يقدر بنتي صح. انا كل اللي محتاجه انك تجيب دهب، يعني 50 كيلو، وتمضي على قايمة ب2 مليون ومؤخر بنص مليون، وشقة جدك دي الله يرحمه تكتبها باسم بنتي بس. ايه ده يا ابن الناس دي طمعانين. ده انا كنت مجوز ابوك باقل من ده بكتير جدا، وداخل انا شخصيا بمعلقتين وحله. والله اللي شارب يدفع. انا اي كلب معدي هيدفع اكتر هجوزه بنتي. تسمح يا افندي، انت انسان خسيع. مالك؟ انت في سوق الرجاله. قول اشمعنى. اشمعنى؟ ما تسويش تعريفه. يا حموك في كنكه، يا ايح يا تلقيح، يا اللي بتبيع بنتك عشان خاطر الصفيح. اطلعوا برا بيتي، ما عنديش بنات للجواز. يلا يا ابني نطلع من المخروبه دي. راجل صفيق يا جدي بس استنى نتفاهم. كده يا جدي بوظت الجوازه. دي ناس قليلة الشرف يا ابني، ده بيبيع بنته. يا ريتني كنت سمعت كلام الواد حموقه. اخرس، اوعى تسمع كلامه، ده ولد فلتان والعبان. مش معنى ان الناس حقيرة كده ان احنا نوصل للمستوى الادنى ده. يا ولد عيب كده، دي مش اخلاق. معلش مسيرك تعرف الحقيقة. مين؟ افتح يا حموكش، انا صاحبك بطسطة. بطعم ايه؟ اقصد ثانية واحدة. يا جدي صاحبي بره، اوعى تقوله ان انت جدي. بقى كده يا وقح بتستعر من جدك؟ انت ملعون بين السماء والارض. يا جدي حضرتك فهمت غلط. اعمل فيك ايه بس؟ اقول لهم ازاي ان انت جدي بهيئتك دي؟ ده انت شكلك اصغر مني. لا في دي عندك حق، لا مؤاخذة يا ابني، اصل الجلالة خدتني شوية. فطين طالع لابوك. ما هو طالع لي كمان انا جدك. يا مش وقته يا جدي، الراجل بره. اقول له ايه يا سيدي؟ قول له البوسطجي. بوسطجي ايه ده؟ اتلغت من زمان الكلام ده. لو سألني عليك هقول له كشاف النور. بسم الله ما شاء الله، نبيه طالع لوالدك تمام. ايه يا حموكش، ساعة عشان تفتح. معلش حقك عليا. ايه ده انت عندك ضيوف ولا ايه؟ هو ده ابن عمك اللي كان مسافر بره؟ البتة تعرف العيلة. البتة احسن ناس احسن ناس. بس ايه اللي جابك دلوقتي؟ ده اسلوب تعامل بيه ضيوفك يا عمر افندي. عمر افندي ولا شارع شهاب؟ قول لي يا حضرة، انت بتحبها ازاي؟ هي مين دي؟ عشان كده يا عمر مش عايز تفتح عشان جايب نسوان. نسوان ايه بس؟ وطي صوتك. ايوه يا ابني، يعني اقصد صنفها ايه؟ بتحبها ازاي؟ سادة، زيادة، اللي تجيبه كويس. بس هي فاني اوضه.
هي مين يا حضرة؟ انا بكلمك عن القهوة. قهوة؟ لا معلش، اصل عندي مدرسة الصبح. بقولك ايه يا عمر، انا جاي اسمعك الاغنية الجديدة. بلاش دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، حضرتك مطرب ولا ملحن ولا مؤدي؟ هو سيادتك مباحث؟ اصل مش مرتاح للشنب ده. لا، اصلي بقدر الفن والطرب الحديث. استأذنك سمعني لو سيمفونية. بلاش يا ابن عمي، اصل هو مش جايب معاه العد. تسيب الراجل يسمع يا عم، بيقولك بيقدر الفن. معلش اصل انا مش جايب العدة بتاعتي والموسيقى. البتة اظن ان في موسيقى وغني. محدش خيره عليا والناس كلها ملهية، لا عم ولا خال بينفع اديك البنج انا بوجع، لا عم ولا خال بينفع اديك انا بنج انا بوجع، لا عم ولا خال اداني والناس كلها لغياني، لا عم ولا خال اداني والناس كلها لغياني فكسالي، والشيطان لعب بيا قال لي تعالى نسهر شويه، قلت له لما اقبض الجمعيه اعملي الشاي وليا اصل مصدع شويه. اوعى يابا ده انا كده بالقلاجه. ايه الاسفاف والحقاره دي يا بذيء؟ اسفاف؟ ايه ده، هو ما يعرفش يشتم دلوقتي بالاب والام ولا ايه؟ اهدى بس يا جدي، اقصد يا ابن عمي. مش بسخرس، ده كلامي معاك بعدين. ايه الاشكال الجرابيع الصعاليك اللي بتدخلها دي؟ صعلوك. لا انت زودتها قوي الصراحه وعمال تغلط وانا ساكت لك من الصبح. حقك عليا، مسحها فين؟ لا انا مش زعلان ان هو بيشتمني، انا ما عنديش اعتراض as you like، بس انا مش عارف هو بيشتمني بيقول ايه. يعني هو ده اللي مضايقك؟ ايوه طبعا. انت بتقول ايه يا عم انت؟ فعلا اوباش، كل اللي اقدر اقوله لك كلمتين. المقابله انتهت يا حضرة. اتفضل، عارف عنوان الباب ولا تحب اوصفهولك؟ انا اتهزقت في بيتك يا عمر بما فيه الكفايه. لا وكمان اتهزقت بطريقه مش عارف انا اتقال لي ايه كمان. عارفه انتوا عيله سوفاج. امسح نمرتي يا عمر. ينفع كده يا جدي؟ انا بدي افهم انت تعرف الاشكال دي منين؟ دي عالم صعاليك يا حبيب قلب جده، وعايزين يضحكوا عليك ويقلبوك. حراميه، نصابين، سوقة. بعدين ما تزعلش نفسك، بقالنا مع بعض يا حبيب جدو سنة. محضر لك مفاجأة، كل سنة وانت طيب يا قلب جدو. كفاية بقى، انت من ساعة ما دخلت حياتي وانت عامل لي مشاكل، خسرتني كل اصحابي ومعارفي يا اخي، حتى البنت اللي حبيتها بعدتها عني. كان يوم اسود يوم ما تمنيت انك تكون في حياتي. ياه، للدرجة دي بالصفقة بتفضل شوية الجرابيع دول عني؟ انا اسف، الظاهر اني سببت لك احراج. هو احراج بعقل؟ ما اقول لك ايه، ما انت قديم عايش في عصر غير عصرك. بص حواليك، الدنيا اتطورت. قصدك اتكحورت؟ هو ده التطور؟ هي دي الاخلاق؟ هو ده الفن؟ هي دي الصحاب؟ هم دول الجيران؟ دي القيم والمبادئ اللي اتربينا عليها؟ الدنيا اتغيرت. الدنيا مش اتغيرت، الناس اللي نفوسها اتغيرت. بقت الأصول دقة قديمة، بقت الحشمة تخلف ورجعية، بقت المسخرة وقلة الأدب الموضة، أفكار ملوثة، عقول مغلقة، ناس مغيبة بتقلدوا الغرب تقليد أعمى. نسيتوا ماضيكم وبعتوا ذمتكم، مع الأسف، مع الندم. محتار أنا ليه، متغير ليه، محتار أنا ليه، متغير ليه. وسؤال عايز أسأله، أنا هنا بعمل إيه؟ دي أيام السلام كتير، أنا بعمل هنا إيه؟ ده أنا كنت عايش أنا باشا في عصري وفي أواني. أنا بعمل إيه يا دي الخيابة، أنا بعمل إيه يا دي الخيابة. ده أنا كنت في مكاني باشا وبيه.
انا بعمل انا هنا ايه وسط الاونطاجية دول عالم رعاع. انا بعمل ايه انا بعمل ايه انا بعمل ايه انا هنا. كان الواحد واحد وكانوا الاتنين اتنين، دلوقتي يقولك اقسمهم اطرحهم اضرب اقسمهم، دلوقتي يقولك اقسمهم اطرحهم اضرب اقسمهم. يطلعوا 5 يطلعوا 6 يطلعوا 7 يطلعوا 9، المهم يطلعوا رقم وخلاص. انما احنا النتيجة تطلع صح او غلط ما بتفرقش. السنة دي بتمنى ان جدي يختفي من حياتي. ماشي يا عمر، ماشي. جدو، يا جدو، هو راح فين ده؟ يا جدو، انت خرجت ولا ايه يا جدي؟ ايوه يا جدي جاي. خلة القلة. يا عم انت هتسيبني واقف على الباب ولا ايه؟ وسع يا عم. ايه ده، انت رجعت تاني بعد ما جدي طردك؟ جدك ايه يا عر؟ انت ليك اهل من اساسه. بقول لك ايه، فاكر الموضوع اللي حماه قال لك عليه بتاع البت شاديه لما قال لك روح واعمل معاها علاقه؟ ايوه فاكر، بس انا ما عملتش معاها حاجة. اسكت يا اخويا، مش حمقى فعلا راح يعمل علاقه مع البت دي مكانك، وساعتها اهلها عرفوا مسكوره ان احنا تتعلق. هو دلوقتي في الحبس يا عم الحاج. يا نهار ازرق. طيب تعالى نروح نطمن عليه في السجن. لا يا عم انا بلا الكلام ده فاضي يا عم. مالناش دعوه بيه، ده عيل معفن اساسا ما يستحماش، ده الحبس هينضفه. اه والله، بعدين كان زمانك انت مرمي مكانه دلوقتي. يا ساتر يا رب، انت بتفول عليا. عم الحاج كان زمانك مكانه دلوقتي لولا جدي جه ونصحني في الوقت المناسب. لا يا راجل، جدك ايه يا عم وخالك مين؟ ده احنا كنا هنقتحم عليك الشقة بقالنا من بنخبط وانت مفيش ودانك، اطرش ودانك ومعديها خالص. يومين ايه؟ الموضوع ده بقاله فترة. احط لك قطرة بعدين خلاص، مش موضوعنا خلاص، اللي فات سات. انا دلوقتي مزنوق في قرشين وقلت ان انت اخويا الوحيد اللي هتساعدني. انا محتاج منك مبلغ بسيط كده. معلش يا خلة، مش معايا دلوقتي فلوس. يعني ايه معكش فلوس؟ يعني انت ضيعت ورث جدك كله يعني في 10 سنين ولا ايه؟ ده انا مصاحبك عشان اقشطك. ايه؟ امال انت مفكر ايه يا عم الحاج؟ طيب بعد اذنك، انا عايز الفلوس اللي انا اديتها لك كلها. انا ما خدتش منك حاجه، روح النونة، ولو عايز تروح تشتكيني الاسم اهو في قصر النيل، روح اشتكيني. القانون لا يحمل المغفلين. سلام يا عم الامور. جدي كان عنده حق، بس هو يا ترى فين دلوقتي؟ ايه ده؟ فين صورة جدي؟ النهاردة 5 في الشهر، ده عيد ميلادي كان 3 في الشهر. يعني ايه؟ كل ده كان حلم؟